انا هذا الباب ديال الكوميساريه الموسوس دي سكوادر. كيف قلت لكم وكيف وعدتكم، حنايا حطينا الدينونسيه ديالنا ووصلنا الامور اللي خصها توصل، وحطينا التصاور والاوديوات، وحيينا الجديد مع القديم. ها الجديد وها القديم، لان هذه المره ماشي بكاع بحال جميع المرات، وماشي دائما غادي يبقاو يجيونا تهديدات في الابناء ديالنا وفي العائله ديالنا وفي شخصينا. لان كنكونوا خارجين، كنكونوا كنتمشاو مع والدينا، كنخرجوا بوحدنا، وانا ما مستغنيش على الحياه ديالي ولا الحياه ديال الابن ديالي ولا الحياه ديال العائله ديالي. لهذا جيت هنا الكوميساريه، عطيتهم المعلومات، تكلمت على كل شيء. حيت الديكلاراسيونات القدام. كنتمنى بجميع المغاربه يتعاطوا مع الموضوع، لان الموضوع خطير جدا جدا. كاين تنظيم ما بين مجموعات من برشلونه ومجموعات في فرنسا، كما كان وقع لشوقي بن زهره، يقدر يوقع لي انا، يقدر يوقع للاخ الاخر، يقدر يوقع لجميع ديال المؤثرين المغاربه او بعض المعارضين الجزائريين. انا كنطالبكم وكناشدكم من هذا المنبر انكم تعاملوا مع الموضوع وتفاعلوا معه بجديه. وكنتمنى من الصحافه المغربيه وكذلك من الاطر المغربيه اللي كاينه هنايا في برشلونه انهم يتعاملوا مع الموضوع بجديه، لان الامر خطير خطير وكيهدد سلامه الجاليه المغربيه التي فقط تقول كلمتها في وحدتنا الترابيه وتدافع على وطنها بكل احترام. فحريه التعبير حق كيخولوا لنا الدستور وكيخولوا لنا الحقوق ديالنا، وخصنا نهضروا. ما كاينش شي واحد غيسد لنا الافواه ديالنا باننا ما نتكلموا. شكرا لجميع القنوات اللي هزت الفيديو تكلمت عليا من قريب ومن بعيد. شكرا للناس اللي ما كنعرفهاش ودارت عليا فيديوهات، وشكرا حتى للناس اللي كنعرفهم ولم تحرك ساكنا.